في أماكن في مصر لما بتعدي من قدامها بتحس بنغزة في قلبك وبتقول يا رب سترك. الأماكن دي مش مسكونة بالعفاريت اللي بنشوفها في الأفلام، دي مسكونة بأصحاب المكان نفسهم اللي كانوا عايشين هنا قبلنا بآلاف السنين. قبل ما نبدأ في حكاية بيت الأناديل حابب أطلب منكم طلب صغير. لو عجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه وبتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنساش تدعمنا بالاشتراك واللايك. دعمك لينا هو اللي بيخلينا ننبش في ملفات مجهولة، لأن رعب النهاردة مش هتقدر تسمعه وانت لوحدك. حكايتنا بتبتدي سنة 1975 في زقاق ضيق متفرع من شارع المغربلين. هناك كان في بيت قديم جدا جدرانه مشققة كأنها وش عجوز شافت الويل، وشبابيكه الخشب بتبكي كل ما الريح تخبط فيها. البيت ده كان ملك للست زكية، ست طيبة بتعيش لوحدها من يوم ما ابنها الوحيد ضاع منها وهو طفل. الناس في الزقاق ده كانوا بيخافوا من عين الست زكية، مش كره فيها لأ، بس لأن عينيها كانت فيها لمعة غريبة، لمعة حد بيشوف حاجات احنا مش شايفينها. في ليلة من ليالي الشتاء والمنطقة كلها غرقانة في ضلمة قطع الكهرباء اللي كان بيحصل زمان، حسن السباك كان راجع من شغله متأخر، وهو معدي من قدام بيت الست زكية سمع صوت طالع من ورا الباب. ما كانش صوت صراخ، كان صوت هدهدة طفل رضيع وصوت خشخشة خلاخيل تقيلة بتمشي على البلاط. فضول حسن خلاه يمشي ويروح يبص من الجزء الموارف في الباب، وشاف الصالة منورة بنور أناديل غريبة لونها أخضر فسفوري، والست زكية قاعدة في نص الصالة وبترقص رقصة بطيئة جدا مع خيال ضخم ملوش ملامح. خيال كان بيطبطب على كتفها بإيد طويلة جدا ومن غير أصابع. سليم اتسحب وخد نفسه وجري على بيته. تاني يوم الست زكية اختفت والجيران خبطوا وما كانش فيه رد. البوليس جه وفتح الباب، وكنت أنا وقتها لسه ضابط صغير. دي كانت أول مهمة ليا برا سياق الخناقات والجنايات. أول ما دخلنا البيت الريحة ما كانتش ريحة رطوبة، كانت ريحة تراب مبلول وصندل وبخور هندي تقيل جدا بيخنق الأنفاس. البيت من جوه كان أكبر بكتير من برا، وده كان أول لغز رعب واجهته في حياتي. الممرات كانت بتلف وترجع لنفس النقطة، وكأن البيت كائن حي بيغير تضاريسه عشان يتوهنا. في أوضة النوم لقينا سرير الست زكية مترتب وما فيهوش أي حاجة، وفوقه عروسة قماش قديمة جدا مصنوعة من بواقي هدوم بشرية. ولما قربت منها عشان أمسكها كحرز لقيت العروسة دافية وفيها نبض خفيف بيتحرك تحت القماش، كان فيه قلب جنين بينبض جواها. مش قادر أوصف لكم الرعب اللي كان على وشي ووش الأمن اللي معايا. اضطرينا ان احنا ننبش في تاريخ البيت ده. عرفنا ان البيت ده مبني فوق خبيئة من عصر المماليك، والناس في المنطقة بيقولوا ان الخبيئة دي ليها رصد. الرصد في معتقداتنا المصرية مش جن عادي، الرصد ده كيان بيتحبس مع الكنز عشان يحميه، وما بيكبرش ولا بيموت، وبيتشكل في صورة أكتر حاجة الضحية بتحبها عشان يسحبها لعنده. الست زكية كانت بتحب ابنها اللي مات، والرصد اتشكل ليها في صورة ابنها، وفضل يسحب من عمرها ونور عينيها ونبض قلبها عشان يغذي الخبيئة اللي تحت البيت. الخبيئة في البيوت القديمة مش دهب وبس، دي طاقة محبوسة ومحتاجة دم عشان تفضل قوية. في بدروم البيت لقينا بير مية مالح، والمية كان بيطلع منها أصوات همس بلغة مجهولة، وكل ما نقرب بالكشافات النور كان بيضعف ويطفي لوحده، كأن الضلمة اللي تحت بتاكل النور. استنى هنا يا صديقي، احنا دلوقتي في بدروم بيت في الدرب الأحمر، واقفين قدام بير مية مالح بيطلع أصوات همس. ست اختفت وسابت عروسة قماش بتنبض، بيت جدرانه بتتحرك وبتتوسع من جوه وبيغير تضاريسه. واحد زي حسن السباك واقف ورانا وعينه بدأت تقلب للون الأخضر الفسفوري. تفتكر الست زكية راحت فين؟ وهل الرصد ممكن يظهر لأي حد فينا دلوقتي؟ انزل قولي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتخاف منها، لأن الرصد دايما بيظهر في صورة الحاجة اللي شغلة عقلك. الساعة دقت 12 بالليل واحنا جوه البدروم.
فجأة الأناديل الخضراء اللي حسن شافها قبل كده نورت لوحدها في كل مكان في البدروم. ريحة الصندل بقت تخنق، وفجأة حسن السباك بدأ يضحك ضحكة مش بتاعته، ضحكة رفيعة جدا زي ضحكة طفل. بدأ حسن يتكلم بصوت الست زكية ويقول: الخبيئة جاعت والدم الجديد وصل. الأرض تحتنا بدأت تتهز، وشفنا من جوه البير خيال ضخم طالع، ملوش ملامح وملوش وش، بس له 1000 إيد طويلة بتتحرك زي العقارب. الخيال ده بدأ يسحب حسن للبير، وحسن ما كانش بيقاوم، كان بيبتسم بذهول كأنه لقى ابنه اللي ضاع منه، أو لقى الكنز اللي كان بيحلم بيه. أنا والعساكر جرينا، السلم كان بيطول تحت رجلينا، والأبواب كانت بتتقفل في وشنا، والحيطان كانت بتعرق دم اسود بريحة المسك. اصعب لحظة في الرعب مش لما تشوف الكيان قدامك، لكن لما تحس ان المكان نفسه بقى عدوك. وانا بجري في الممرات انا والعساكر اللي ما بتخلص، بدأت اسمع صوت خربشة ورا الحيطان. ما كانتش خربشة فار او قطة، دي كانت خربشة ضوافر بشرية بتحاول تطلع من ورا الطوب. وقف وفضلت أنهج وسندت ظهري على حيطة باردة، وفجأة حسيت إن الحيطة بقت طرية كأنها جلد بني آدم. بصيت تحت رجلي لقيت البلاط بيتحول لرملة ناعمة بتسحب رجلي لتحت. في اللحظة دي شفت الست زكية، ما كانتش ميتة، كانت جزء من الحيطة. وشها كان بارز من الطوب، وعينيها مقفولة بخيوط حرير، وبقها مفتوح بيطلع منه بخور ريحته تخلي العقل يغيب. همست لي بكلمة واحدة، صوتها ما كانش طالع من حنجرتها، كان طالع من جدران البيت نفسه: سليم، اللي بيدخل مملكة الرصد ما بيخرجش منها غير وهو ذكرى. في اللحظة دي عرفت ان البيت ده مش مجرد سكن، ده فخ محطوط من مئات السنين عشان يلم أرواح تحرس الخبيئة. رجعت للبدروم، ما كانش قدامي حل غير اني اواجه البير. لقيت حسن السباك واقف على حرف البير، ظهره ليا وشعره بدأ يطول بشكل مرعب ويوصل للأرض. ندهت عليه: حسن. لفلي، بس ما كانش حسن، وشه كان عبارة عن مراية شفت فيها نفسي، وشفت فيها أكتر لحظة ندمت عليها في حياتي. الرصد يا صديقي ملوش شكل ثابت، هو بيسرق نسختك اللي جواك وبيواجهك بيها. الكيان اللي طلع من البير بدأ يتجسد في صورة طفل صغير لابس هدوم قديمة، زي ما يكون الطفل ده ابن الست زكية. الطفل ده مسك ايد حسن وجره لجوه المية المالحة بهدوء مريب. المية ما كانتش بتطرطش، المية كانت بتبلعهم كأنها زيت. فتحت طبنجتي وضربت نار في الهواء، بس الرصاص كان بيتحول لفراشات سودة بتقع ميتة على الأرض. عرفت إن سلاحي هنا ملوش قيمة، لأنك ما بتضربش نار على خيال، انت بتضرب نار على تاريخ. البيت بدأ يعصر نفسه، الخشب بدأ يتكسر وصوته زي صراخ بني آدمين. جريت ناحية الباب الرئيسي، بس الباب ما كانش موجود، الباب كان مكانه حيطة سد. افتكرت كلمة جدتي الله يرحمها لما قالت لي: الرصد ما بيكرهش غير النور الصادق. طلعت ولعت الكلاسيك وولعت في العروسة القماش اللي كانت بتنبض. أول ما النار لمست العروسة سمعت صرخة هزت أركان الضرب الأحمر كله، صرخة مش بشرية، صرخة كيان بيتألم. الدخان الأسود اللي طلع من العروسة بدأ يفتح فجوة في الحيطة، رميت نفسي منها وأنا مش شايف قدامي، وقعت في الزقاق والتراب كان مالي صدري. بصيت ورايا لقيت البيت بينكمش على نفسه، فضل يصغر ويصغر لحد ما بقى كتلة ضلمة كأن الأرض سحبته لتحت، وفجأة اختفى. مفيش هدم، مفيش أنقاض، في بس أرض فاضية ريحتها صندل ومسك. تاني يوم مصلحة المساحة قالت إن المكان ده أرض فضاء من سنة 1920، وإن مفيش بيت كان مبني هنا أصلا. أمال مين الست زكية ومين حسن السباك؟ طب والعساكر اللي كانوا معايا؟ العساكر اللي دخلوا معايا البيت كلهم استقالوا بعد أسبوع، ومحدش فيهم رضي ينطق بكلمة واحدة لحد ما ماتوا. أما حسن السباك فلقوا اسمه في كشوف الوفيات من سنة 1960، يعني الراجل اللي كان ماشي معايا
كان طيف مبعوث من الرصد عشان يجرني للمصيدة. يا صديقي، الضرب الأحمر مليان خبايا، وكل ما تعدي من قدام خرابة قديمة أو تشم ريحة بخور مجهولة المصدر سرع خطوتك وما تبصش وراك، لأن الرصد لسه مستني الحارس الجديد، وممكن يكون انت. والقصة التانية اللي معانا النهاردة من مشرحة زينهم. سنة 1980 الملف ده كان على مكتبي. ما كانش قضية جنائية بالمعنى المفهوم، كان تحدي لكل قوانين الطبيعة. دي قصة جثة العنبر رقم 4، الجثة اللي رفضت إن حد يلمسها. يا صديقي، الموت دايما له حرمة، والمشرحة هي المكان اللي الحرمة دي بتتحول فيه لعلم. بس في جثث بيبقى ليها رأي تاني. في ليلة شتا صعبة وصلت عربية الإسعاف ومعاها جثة لشاب في الثلاثينات، ملقوش معاه أي إثبات شخصية. لقوه مرمي قدام باب جامع قديم في منطقة السيدة زينب. ما كانش فيه جروح وما كانش فيه دم، كأنه نايم. قبل ما ندخل المشرحة حابب أفكرك، لو قلبك ضعيف بلاش تكمل، ولو انت بطل ومكمل معانا ما تنساش تدعم كاستراما باللايك والاشتراك، لأن الحكاية دي أنا شفتها بعيني وسجلتها في مذكراتي كظاهرة غير قابلة للتفسير. الجثة دخلت المشرحة الساعة 2 بالليل. الدكتور رفعت ده كان أقدم طبيب شرعي في مصر وقتها، راجل شاف آلاف الجثث، قلبه كان ميت زي اللي بيشرحهم. دخل العنبر رقم 4 وبدأ يجهز أدواته. المساعد بتاعه كان اسمه عم جابر. قال لي يا سليم بيه، الجثة دي غريبة، لمست جلدها وحسيت بنغزة كهرباء، وجسمه لسه فيه دفى رغم انه ميت من ساعات. قال الكلام ده ومدتلوش اي اهتمام، وسيبته وولعت سيجارة وفضلت برا المشرحة. وانا واقف بشرب السيجارة فجأة سمعت صوت معدن بيخبط في الارض بقوة. دخلت لقيت الدكتور رفعت وشه ابيض كأنه هو اللي ميت. المشرط اللي كان في ايده وقع واتكسر نصين بمجرد ما لمس الجثة. الدكتور رفعت قال بصوت مهزوز: المشرط ده صلب يا سليم، ازاي يتكسر على جلد بني ادم؟ رديت عليه وقلت له ممكن يكون قديم معاك. كنت بحاول ابعد كل الشكوك من دماغي، مع ان الكلام اللي قاله عم جابر في الاول قلقني. الدكتور جاب طقم ادوات جديد وحاول يفتح فتحة واي. اول ما السن لمس الجلد النور في المشرحة كلها بدأ يرعش ويفصل. صوت تزييق غريب طلع من الجثة، كأن العظم بيتحرك من تحت الجلد عشان يحمي الصدر. الأغرب يا صديقي إن كل ما الدكتور يحاول يقطع الجرح بيلم في نفس اللحظة، كأن الجثة عندها قدرة خارقة على الشفاء وهي ميتة. عم جابر بدأ يقرأ قرآن بصوت عالي، والجثة بدأت تتحرك. مش حركة حياة، لأ، دي كانت حركة تشنج عنيفة، وكأن في قوة خفية بتمنعنا من كشف المستور اللي جوه القلب ده. كان فيه ريحة مسك نفاذة جدا بدأت تطلع من المسام، غطت على ريحة الفورمالين والموت. بدأنا ندور في ملابس الجثة اللي كانت في الحرس. لقينا ورقة صغيرة جدا مكتوبة بخط ايد قديم ومحطوطة في جيب سحري في القميص. الورقة كان مكتوب فيها جملة واحدة: أمانة الله لا تكشف، ومن حاول فتحت عليه أبواب الندم. الدكتور رفعت ما كانش بيؤمن بالحاجات دي، صمم يكمل. جاب منشار عظم كهربائي، وأول ما شغله وقربه من القفص الصدري المنشار اتحرق في ايده، وشرارة كهرباء ضربت في العنبر كله، خلتنا كلنا نقع على الأرض. في اللحظة دي شفت حاجة مستحيل أنساها. عين الجثة اتفتحت للحظة واحدة وبصت للدكتور رفعت بجمود مرعب، كأنها بتقوله كفاية. الدكتور ساب الأدوات وخرج من الأوضة وهو بيحلف إنه مش هيلمس الجثة دي تاني، لو حتى كمان هيعدموه. يا صديقي، الملف قدامك، جثة مجهولة جلدها بيكسر الحديد الصلب، جروح بتلم في ثواني وهي ميتة، وتحذير مكتوب بيقول إن دي أمانة الله. تفتكر الجثة دي كانت لمين؟
هل هو لولي من أولياء الله الصالحين مثلا وجسمه محرم على النار والحديد، ولا ده رصد تاني واخد شكل بني آدم عشان يحمي سر جواه؟ لو كنت مكان الدكتور رفعت كنت هتكمل عشان العلم ولا هتخاف على روحك تتسحب؟ القرار جه من فوق بقفل المحضر وتقييد الجثة ضد مجهول ودفنها فورا بدون تشريح. وانا كنت مرافق الجثة للدفن في مقابر الصدقة. شفت راجل عجوز جدا واقف بعيد لابس عباية دراويش، قرب مني وهمس: يا سليم بيه، اللي في الصندوق ده ما كانش ميت، ده كان في خلوة أبدية، وجسمه بقى حصن لروحه اللي ما بترتاحش غير بالستر. دفناه، وأول ما التراب نزل على الصندوق سمعت صوت تنهيدة زي ما يكون حد ارتاح. رجعت المشرحة لقيت الدكتور رفعت استقال، وعنبر رقم 4 فضل مقفول سنين طويلة، لأن كل اللي كان بيدخله كان بيشم ريحة المسك وبيسمع صوت ضربات قلب منتظمة طالعة من قلب البلاط. العلم له حدود والطب له قوانين، بس الروح ليها أسرار ما يعرفهاش غير اللي خلقها. مش كل جثة بتبقى مجرد لحم وعظم، فيه جثث بتبقى رسائل. دي كانت قصة الجثة اللي رفضت تتشرح. لو عجبتك استناني في الحلقة الجاية، لأننا هنروح لمكان تالت خالص. سلام يا صديقي، وخد بالك لو شفت حد نايم بهدوء زيادة عن اللزوم ما تحاولش تصحيه، واشوفكم في فيديو جديد.